سالو على السلامة، مرحبا بكم الناس الكل. معانا محمد لهنا موجودين تحديدا في نوفارا، قصة نجاح جديدة موجودة لهنا سبيسيالمون في إيطاليا. كي نحكيو ونقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، نلقاو سي محمد. مرحبا بك. وبيك يا عايشك. ايش احوالك؟ الحمد لله. لو كان تحكي لنا على البروجي نتاعكم والفنيات واللمسات التونسية اللي موجودة في إيطاليا. والله الحمد لله، معناها بروجي ما عندوش برشا من البداية، ما عندناش نحن ديجا ما عندناش برشا من اللي جينا لإيطاليا لو كان تحكي لنا على البروجي وعلى النجاحات وكيفاش خذيتوا الثقة بالحق نشوفوها متلاين من التوانسة. والله شنيا من العباد اللي عندها التجربة، التوانسة والطلين. والله نحن التوانسة ما شاء الله علينا، مي خويا تقبل تغامر وتقبل الريسك وما تخافش. كي تحب تعمل حاجة، نهني صاحبي أمين زاد اللي نصحني، أمين في بيالا صاحبي، معناها هو اللي شجعني، قال لي معناها اصدم محمد ما تخافش. والحمد لله معناها حاولنا الوجه وباذن الله عملنا البروجي الاول، وان شاء الله قاعدين ماشيين في البروجي الثاني ان شاء الله. لو كان تحكي لنا شويه على السونتر والله السونتر هذا خدمت فيه المراه اول ما جت لايطاليا، والحمد لله كتب لنا معناها دارت الايامات وسنين، معناها بعد عامين خذيناه نحن وكل شيء. احكي لنا على الدعم نتاعك لزوجتك كيفاش كان؟ في كل شيء والله، في كل شيء بريسك، معناها مشوا معناها هي ونحن الزوز مع بعضنا، فهمتني؟ خاطر كي مش ننجحوا مع بعضنا، وخدمنا وتعبنا مع بعضنا ونضحيوا مع بعض. معناها بالحق محليها الراجل التونسي والمراه التونسيه كي يحطوا اليد في اليد مع بعضهم. الحمد لله. وانتم تكونوا قصه نجاح ان شاء الله، وحاجه بالحق تشرف تونس ان شاء الله. ديجا حتى اللي يخدموا معنا توانسه، وباش نجيبوا توانسه يكملوا يزيدوا يخدموا معنا، وان شاء الله ربي يسهل لكل شيء. انتم معناها عينه من النجاح والمثابره ان شاء الله. ان شاء الله يكملوا في النجاح، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. شنو تحب تقول للعباد تتفرج عليك؟ والله كي تخرج لبرا حاول انك تنجح، تحرك، تنجم لهنا، فما الفرص انك تنجح وكهو تنجم تنجح، المهم تحرك وما تخافش. ما شفنا خونا محمد كان يحكي على الانجازات نتاع المدام نتاعو. احنا اليوم معانا مروه اجلاسي. مرحبا بك يا مروه. مرحبا سي ايمن. ميرسي. احنا اليوم موجودين لهنا في نوفارا، مدينه نوفارا. اكيد حاجه سبيسيال على الاخر، وسونتر يعمل كيف وحاجه مزيانه. لو كان تحكي لنا عن النجاحات نتاعك. النجاحات نتاعي ديما نقولها ونعاودها، بديت من وسط مدينتي، من وسط اهلي، من وسط ناسي اللي حبوني وبهم هما كبرت ووليت تعرفت في الميدان نتاعنا هذايا. بالنسبه لي انا النجاح الاكبر اللي كان في حياتي، نقله نوعيه في حياتي، اللي هو سونتر اللي حليته لهنا في ايطاليا. وان شاء الله فما سونتر اخر. هذه حاجه اخرى، يظل سربريز هذه. سربريز. دونك لو كان تحكي لنا على الاختصاص نتاع السونتر نتاعك بالضبط، شنو يعمل، شنو هي الامتيازات نتاعو، كيفاش ربحتوا المحبة بالحق، كيف نقول نشوفوا عباد يجيوكم سبيسيالمون من باريس، يجيوكم من ايطاليا، من المانيا، معناه يجيوك ليك انت سبيسيالمون. كيف ربحت الثقة؟ بالحق انا ربحت محبة العباد، وربحت ثقة الكليونات اللي هما حبوني وحبوا خدمتي، اللي انا عندي حاجة سبيسيال في خدمتي، اللي انا ارتيست. لمسات السحرية. لمسات السحرية. انا ارتيست من انا صغيرة، نحب الديزاين، نحب الرسم، نحب توسكي جمال واي حاجه مزيانه، ونحب نشد ورقه وقلم ونبدا نصور هكا ونبدا نتفنن من اللي انا صغيره. ومن بعد كبر فيا الغرام هذا نتاع الاستيتيك ونتاع الكوافور. بون انا عملت الكوافور والاستيتيك، اما كبر فيا الغرام نتاع الاستيتيك ونتاع خدمه اللونغلوري. زاد شفنا حاجه اخرى اللي هي سبيسيال ما فماش في سونتر اخر، انه الظوافر اللي يتعاملوا نلقاوك انت معناها تعمل ديزاين نتاعهم وتخدمهم باهي كيما صورت في السونتر وكيما وريتك، وانتم قعدتوا باهتين تخيلوهم حاجات انا ماخذتهم ومركبتهم. انا الحقيقه قلت يظهر لي مطبوعين. لا ما همش مطبوعين. هذيك الحاجه اللي انا ميزتني، الحاجه اللي تشهرت بها مروه جلاس، اللي هي ديزاين ألما، ديزاين باليد. الحاجه هذيك هي اللي عرفت العباد بخدمتي. وابار حاجه اخرى اللي هي البريسيزيون. برشا انا كما نقولوا طلين سي مولتو بريشيزا، برشا ندقق في التفاصيل، نحب نظهر تفاصيل. حتى كي نصور خدمتي نشد التليفون ونصور، نحب نعمل زوم هكا نوري النظافه نتاع الخدمه، نوريك الديزاين اللي خدمتها انا بحب وخدمتها بغرام هذيك الحاجه اللي خلت العباد
تحب خدمتي. دونك شنو تقول للعباد اللي تتفرج عليك، وزاد شنو محضرت لهم في الايامات القادمه؟ ان شاء الله في الايامات القادمه ونحن هبطنا لانونس ديجا مع السيد باسم دريرة اللي هو مهرجان. انا كانت لي نقله نوعيه زياده في الميدان التدريب والتكوين، اللي انا وليت مدربه ما شاء الله دوليه، حتى لهنا في ايطاليا قاعدين يجيوني ويعملوا عندي لي فورماسيون، يتعلموا عندي والكل. الحاجه هذه انا حضرت في مهرجانات مع السيد باسم دريرة، حضرت في 3 مهرجانات، وهذا المهرجان اللي هو الأوسكار في نسخته الرابعة اللي باش يصير في مدينة ياسمين الحمامات في شهر أكتوبر 5 6 7 و8 لمدة 4 أيام إن شاء الله. باش تكون زيادة مهرجان عالمي، باش يحضروا فيه معنا أسامي كبيرة وكبيرة جدا في مجال الحلاقة والتجميل. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح.